ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل بقى اكله تحفه جدا اسمها الحلويات. تمام. هنعمل بقى ممبار وفشه وطحال. انا نضفتهم وكان مفروض في فيديو للتنظيف بس للاسف اتحذف. بس ان شاء الله المره الجايه يبقى في فيديو تنظيف بس. تمام. هنا بقى عندنا ممبار نضفناه وخليناه يعني حاجه كده بتبرق، بيلمع كده ما شاء الله من نظافته، حاجة من الاخر يعني. شايفين بقى ابيض قوي ازاي وجميل. ان شاء الله باذن الله يعني يبقى في فيديو تنظيف قريب باذن الله. حطيت له كده ليمون وعصرت له ليمون كده وسبت الليمون يعني القشر بتاعه برضو عادي فوقيه. جبت بقى حله كده شطفتها برضو. في وسواس يا جماعه، وسواس يعني الحاجه لسه خارجه من مكانها ولا ولازم برضو اغسلها. حطيت بقى حله على النار. بصوا الحاجه دي مش هنحط لها في الشوربه بتاعتها اي حاجه، يعني هتبقى الميه بس وشويه ملح بس. وجبت بقى معايا بصل كده. نعمل بقى ايه؟ هنعمل صلصة المحشي بتاع الممبار. حلة كده جميلة كده لطيفة وهنحط فيها البصل بتاعنا وقرن الفلفل. لازم قرن الفلفل الاخضر ده محشور في كل حاجة. نضربها بقى ننعمها كده على قد ما نحب احنا نعومة البصل. تمام. الحاجة بقى دي اللي هي الفشة والطحال. كنت الاول بسلقهم ببصل وكني بسلق بالظبط لحمة او فراخ. بصراحة كان الطعم بيروح في حتة تانية خالص، ما كانش بيبقى لطيف. فلقيت مامتي في مرة بقى كانت عازمانة بقى على الاكلة الفخمة دي، فلقيتها كل حاجة سلقتها من غير بصل ولا طماطم، هي مية بس سادة وشوية ملح وخلاص. ولقيت الحاجة بصراحة طعم وريحة، بجد طعم وريحة. فمن ساعتها بقى وانا بقيت اسلق الحاجة دي زي ماما بالظبط. حطينا بقى هنا ايه لوري، وحطينا كزبرة فلفل اسود، ورقتين عودين كده قرفة وملح، وطبعا معلقة السكر وقلب الماجي وسنة توم كده. انا بحب احط سنة توم كده في الصلصة اللي بتتسبك بتاعة المحشي. انا اصلا من عشاق التوم وبحب التوم اوي، كمية رهيبة في الاكل بصراحة. ما اعرفش في حد زي كده ولا انا بس. هنا بقى كنت فصلت فعلا حرفيا ورحت بقى ايه، قعدت واخدت الدواء بتاعي ده كنت نسيته اصلا، دواء الغدة. فقعدت بقى خلاص نسيته، فقعدت بقى مش قادرة اقوم مكاني. هنا بقى قعدت انضف بقى في الخضرة وهقطعها كده. نضفها كلها كده. وبحب اشيل العود بيبقى ناشف كده شوية في الشبت، بحب اشيله واخلي العود الضعيف اللي هو اللطيف دوت ان هو ما يبانش في الاكل. لان انت لو حطيت العود كله كامل بتاع الشبت بيبقى باين في الاكل ومش بيدبل كده، بحس ان هو بيبقى لسه يعني ماسك نفسه. فخليكي يعني ايه نضفي كده العيدان اللي هي اللي تبقى ناشفة شوية تشيليها. انا دول اديتهم لبنتي تشيلهم على جنب عشان هنحتاجهم في الاخر. شويه البقدونس دول شبت وبقدونس وكزبره عادي الخضره العاديه. وهنا كانت بقى الفشه اتسلقت وهشيلها كده من الشوربه عشان انزل بالطحال، بس طبعا مش في نفس الشوربه. انا هدلق الشوربه دي واغسل الحله كويس قوي وهعمل بقى شوربه للطحال برضو ميه بس. انا غسلت الحله وجبت ميه فيها وهنزل بقى ايه بالطحال على طول ميه مغليه. وهنا بقى ايه انا جبت الرز وحطيت فوقيه البهارات المعتادة بتاعتي، توم فلفل اسود كمون كزبرة شوية قرفة سنة جنزبيل. وقلبت الرز بيهم كويس. طبعا التوم هنا مطحون معاه قرن فلفل. يا جماعة قرن الفلفل ده يعني ما اقدرش استغنى عنه، لازم قرن الفلفل مع التومة الاتنين دول لازم يبقوا معايا في اي اكلة كده. بحس بصراحة ان هما بيدوا الاكلة ريحة وطعم جميل جدا. لو لسه ما جربتيش قرن الفلفل مع فص التومة جربيه مش هتندمي، هيغير لك طعم الاكل تماما. هنحط بقى الخضره المشكله بتاعتنا هنا.
على الخلطة، قلب 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 كده لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. بصوا انا هنا جبت صينيتين، صينيه هحط فيها حبه من خلطه الرز، وصينيه هتبقى فاضيه هحشي جواها، وهاخد من الرز حبه واركن الباقي على جنب. ليه وجع القلب ده؟ لا مش وجع قلب، عشان خاطر الممبار بيبقى على الرز ما يبقاش فيه زفاره ويزفر الخلطه كلها، واللي يتبقى يترمي حرام. لا، يبقى احنا ناخد حبه حبه ونحشي كده في طبق كده على جنب او صينيه على جنب، كل ما نحتاج ناخد حبه بحبه عشان لو حاجه فاضت يعني تنفعنا في حاجه بعد كده، عشان في الفريزر نطلعهم في يوم مثلا احتاجناهم ما يبقاش ريحتهم زفرة، لان الممبار طبعا انتوا عارفين يعني هيزفر الرز. نحشي كده، شفتوا انا يعني ايه، يعني بحشي يعني بصباعين يعتبر، يعني بخلي صباعين كده اهوت يساعدوني، والايد التانية اروح ايه حاشة بيهم الرز. دي طريقتي في حشو الممبار، ما اقدرش اغيرها وما اعرفش اغيرها. طبعا كل واحد فينا اتعود على ماسكة في حشو الممبار، يستحيل ان هو يقدر يغيرها. شايفين بقى قمر ازاي؟ شايفين ما بنخليش الممبار يبقى مليان رز، لا بيبقى خفيف كده، رز كده وشكله لطيف. هتمليه رز من اولها، طبعا كده كده الرز هيستوي هيزيد، فبالتالي لو زودتي انتي رز بزيادة الصباع هيفرقع معاكي في الحلة، فخلي الرز جوه الممبار خفيف عشان ما يفرقعش معاكي. شايفين على مهلنا كده ونحشيهم. بلاش بقى بغسيل الممبار تحطي خل على الممبار، دي مش اسلم حاجه تعمليها ومش اصح حاجه تعمليها مع الممبار، بيخلي فيه كده شده ومبقاش لطيف خالص خالص. هو كفايه الليمون والملح والدقيق، ولو عايزه تحطي سنه قرفه حطي سنه قرفه، بس بلاش الخل. هنا بقى هنملى كل الممبار بقى كده لحد ما نخلص الكميه دي كلها. خلاص بقى الكميه دي كلها، ونجيب بقى حله حلوه كده ونملاها ميه، نملهاش كتير لان احنا مش عايزين مليانه على الاخر، لان الممبار هيعلي الميه دي. معانا بقى ايه؟ بصلايه، جزرايه، لوري، ماجي، بس مش هحط حاجه تاني في الحله. الميه اهي بتغلي، نحط بقى الملح سنه كده خفيفه، مش هملحه للاخر بس هنحط سنه خفيفه تديله تطعيمه كده في الاول. ما تخافيش بيستوي عكس اللحمه. هننزل بقى كده من الممبار واحده واحده كده، رز كده بالراحة. احنا الاول هننزل بيه بقى على ميه مغلية وعلى درجة وعلى يعني النار عالية، وشوية شوية كده هنهدي النار عليه، ما تخليش النار عالية عليه لاخر السوا، هو بس كده تلاقيه يعني يلم كده ويبقى شكله بقى ممبار محترم كده. وهدي بقى النار، خليها ايه وسط عليه عشان يستوي براحته مفيش حاجة تفرقع. تمام، هرص الرز كده هنا كده خلاص سلقته. شايفين بقى شكل الممبار صغير كده ولطيف ازاي، شكله لذيذ قوي بصراحة. تمام، انا من عشاق الممبار، بحبه جدا، بحس ليه طعم مميز جدا عن باقي المحشي. طبعا هو اكيد ليه طعم مميز. هنا بقى ايه، كنت جايبه حتتين دهنه كده، قال لي لازم الحاجات دي تعمل بدهنه. انا اول صراحه كنت بعملها بزيت، فقال لي لا لازم تحط لها حته دهنه، هتفرق معاكي في الطعم ويبقى طعمها احلى جدا. فجربت بقى المره دي بالدهنه، حطيتها كده على نار هاديه وسبتها تسيح مع نفسها، وقال لي كده برضو حطيها على نار هاديه وسيبيها وجربي الطعم. المره دي عايزه اقول لكم بجد انا المره دي
عجبتني جدا عن كل مره، ان انا حطيت الدهنه الاول، بعد كده حطيت عليها الحاجات دي، الفشه والطحال. انا دلوقتي بقطع الفشه والطحال، وعيالي الله اكبر عليهم قاعدين جنبي مش عايزين يسيبوني ابدا. تمام. انا قطعتهم بقى كده، مقطعاها مش قطع رفيعه يعني، في الوسط، الوسطيه حلوه، ولا هي تخينه ولا هي رفيعه، كل حاجه في الوسط بتبقى جميله وتحفه. انا بنتي زهقت ومشيت. ده اسمه زور، بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا اكيد في ناس كتير بقى تشوف الاكله دي تقول يا، في ناس كتير ما بتحبش الاكله دي، ودي اذواق يعني تحترم طبعا، كل واحد يحب اللي يحبه وما يحبش اللي ما يحبوش، كلها اذواق، الاكل اذواق يا جماعه. بصوا بقى، شايفين هنا الممبار شكله يعني، بصوا بيتكلم عن نفسه، بيقول انا يعني، شايفين الحلاوه، شايفين القمر اللي خارج ده، حاجه يعني بجد خرافيه، شايفين حاجه تفتح النفس. هنا بقى كانت خلاص حبة الدهنة اللي كان مديهم لي كانوا ساحوا، نزلت بقى بالفشة الاول وهديها تشويحة كده الاول مع الزور، الفشة الاول مع الزور مع الدهنة دي. احنا بقى كنا ناويين نعمل اكلة بقى ايه، تحفة كده زي بتاعت برا بالظبط، وفعلا المرة دي طلعت مظبوطة مظبوطة مظبوطة، بشوية التكات بقى اللي انا مشيت وراهم دول، ان انا سلقتهم من غير بصل ولا جزر ولا اي حاجة، مية سادة، ان انا عملتهم في حتة الدهنة اللي ادهالي. لا، وهنا بقى كان جوزي عايز الممبار يتقلي معاهم مع الفشة والطحال، وقالتهم فعلا برضو ليهم طعم مميز خالص خالص، اسفة. وهنا كان عايز حبة برضو متقطعين، قطعت. بصوا الاكلة دي كل واحد تمنى حاجة انا نفذتها له فيها الحمد لله يعني، ودي كانت بقى طريقتي في عمل الامر ده. حطي لايك، سلام.